في هذا الفيديو غنشارك معكم نهاري كيفاش كيدوز كربة بيت ما كتخرجش بزاف من الدار وام لطفلين. هنايا اول حاجه هي غسلت الدجاج مزيان بالملحه ورقدته في الحامض. من بعد كندوز كنجمع طبله الفطور ونجمع الدنيا شويه كنشطبها. من بعد ما كنسالي الجميع كنمشي نرد الغدا يطيب. هنايا درت غير جنيوحات وفخيض كيكونوا نيت ترقدوا لي مزيان، وكنخلي الدجاج الاخر يزيد يترقد في الحامض. كما كتشوفوا كندير غير طويجين للغدا، كيجي لذيذ بزاف هاد الطويجين هذا ديال الجنيوحات. كدير غير البصله الملحه البزار الخرقوم السكينجبير والزيت البلديه والروميه وشويه د الربيع. كنقلي كلشي كما كتشوفوا. غندير فيه البطاطا وخيزو قطعتهم. من بعد ما تقلى درت البطاطا وخيزو في الطاجين مرقته وستيت عليه يطيب. هنايا تقريبا قرب يطيب شويه وغادي نطفي عليه. من بعد دزت الميانات والحركه السحريه بالصابته كانت بصح. من بعد هنايا سوينا الغدا وارتاحينا شويه. كانت العشيه هنايا نط نعجن الخبز. هنايا كيف ما كنوريكم عندي هنايا الزرع مطحون ما مغربلش. هذا الزرع بنخالته بكلشي ديالو ما كنغربلوش كنعجنو نيشان. كنزيد معاه الفورص غير كميه قليله د الفورص ماشي بزاف باش ما يغلبش ليا هذاك الطحين د الزرع. كندير له الخميره سنيده والملحه وتنعجنو بما دافي. العجينه ديالي خليتها حتى العشيه عاد نعجن الخبز، حيت بالنهار كان عندي الخبز زعما اللي نحتاجو في الفطور وفي الغدا. خليت العجينه حتى العشيه. هنايا كيف ما كتشوفوا كندير المليحه وغادي ندوب ديك الخميره وسنيده بشويه الماء دافي هما الاولين، وكنبدا نجمع العجينه ديالي د الخبز. انا صراحه الخبز ما كندلكوش بزاف، ما كنبقاش ندلك فيه وقت طويل، كندلكو غير شويه بما بان ليا تجمع مزيان وصافي. واهم حاجه انك تكون عندك خبيزه ديال الدار ياكلوا وليداتك خبيزه زويونه. صافي هنايا بديت كندلك في الخبز ديالي. كما قلت لكم ما كندلكوش بزاف، كنبقاش ندلك فيه وقت طويل، كندلكو غير شويه بما بانت ليا العجينه تجمعات شويه وصافي. وكندوز كنبدا نقرص فيه. هنايا من بعد ما ساليت الدليك ديال العجينه كندوز كنقرصهم. كنفرق العجينه ديالي على حساب العدد ديال الخبزات اللي غادي ندير. هنايا خرجت لي العجينه ديالي غير 5 ديال الخبيزات، ما كبارش بزاف وما صغارش بزاف، يعني بحال متوسطين. كنحط كل كويره هنايا في الاخر وكنبدا كندوزها في ديك النخاله. هنايا قرصت بالنخاله الرقيقه، كندوز ديك الخبيزات مزيان في النخاله. ديك القريصه زعما كنبدا كندورها بحال هكا بيدي باش تجيني مدوره، ومن نجي نقرصها ما تبقاش تتعوج ليا الخبزه، هي تجيني مدوره مقاده. صافي كندير لها بحال هكا ونحطها فوق الوصله. كندوز للكره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. كيف ما قلت لكم هاد العجينه عطاتني غير 5 ديال الخبيزات. واهم حاجه هو يصبح عندي الخبز ديال الدار كاين في الدار، يعني بلا ما نخرج نقلب عليه في الزنقه نشريه. صافي هنا كنكمل التقراص ديالي. وهاد العجينه هذه ما خليتهاش تخمر حيت كنت شويه مزروبه. عندي الوليد الصغير تيبكي، يعني غير ساليت لي هاد الدليك نيشان باش نقرص فيها، ما خليتهاش تخمر. يعني ملي كيكون عندي الوقت ومساليه كنخليها تخمر واحد شويه عاد كنجي كنقرصها. هنايا غير ساليت لها الدليك كيف ما وريتكم، دزت نيشان كنقرص فيها حتى بحال هكا كيجي كيخمر الخبز خمره وحده وتيجي زوين. هنايا صافي جلست كنقرص في الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا. قلت لكم من كنكورهم هكا مدورين مقادين تنجي تنقرص الخبزه ما تبقاش تتعوج. وضروري من النخاله. هنايا درت نخاله رقيقه. صافي تندوز ملي كنقرص الخبزه تندوز نحطها فوق الوصله ديالي
وتنخلي الخبيزات ديالي يخمروا على ما تساليو، على ما يخمروا زعما باش نطيبهم. تيخمروا نيت خمره وحده دغيا دغيا تيخمر. صافي هنا تنقاد واحد شويه من الجنيبات باش تبقى لي الخبزه مدوره ما تكونش عوجه. تندوز للكريسه الثانيه حتى هي كنقرصها، كنقلبها حتى هي باش نقرصها من الجانب الاخر. صافي تنسالي تقراص، تنغطي الخبز ديالي يخمر على ما توصل الوقيته ديالو ديال الطياب. هنايا دوزت ندير واحد المقيله ديال المطيشه والبيض اللي كتعجب لولدي بزاف، هاد المطيشه والبيض. هنايا سخنت شويه ديال الزيت وقطعت مطيشه دوابر ودرتها فيها، وواحد الريز ديال الثومه حتى هو غنزيدو دابا. يعني زيت العود هذه، سخنت زيت العود في المقله ودرت فوقها مطيشه صافي، وكنبدا كنحركها شويه كنغطيها باش ديك المطيشه تذوب. من بعد ما كتذوب كنبقى كنمعسها هكا بالفرشيط، كتجي لذيذه بزاف. هاد الطريقه د المطيشه والبيض ما فيهاش بزاف ديال الحوايج، مطيشه زويته بلديه وكنزيد شويه ديال الملحه والبزار ودريس واحد ديال الثومه. كنبقى كنمعسها هكا مزيان باش تمعس ليا وكتجي دايبه وكتجي لذيذه بزاف. راه ولدي البارح مشبعش منها كاع. صافي هنايا درت المليحه والبزار، كنبدا كنخلط داكشي مزيان ونغطيها. ملي كنشوف مطيشه بحال هكا تقلات مزيان في ديك السويته، هنايا صافي كنلوح فوقها البيض. كما كتشوفوا درت 4 البيضات وكنرش شويه ديال الربيع من الفوق وكنغطيها. راه كتجي لذيذه ودغيا دغيا وجدات، يعني ما كاملاش حتى 2 دقائق صافي المقيله كانت وجدات. صافي رشيت هنا شويه د الربيع وغطيتها طيب. كتجي يا سلام، هاد المقيله كتجي لذيذه بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيجيهم الجوع دغيا دغيا راه تتوجد دغيا دغيا وتتجي بنينه. هنايا الخبز من بعد ما خمر شعلت الفران يسخن، خليت الفران حتى سخن ودرته على نار متوسطه. اي لذيذه ديال الفريخ خصها حتى هو باغي يقيس الخبز وتخمرات. من بعد صافي لحقت الخبز ديالي قلت لكم على نار متوسطه باش حتى الا هبطتو لتحت ما يتحرقش، ومن نحطو الفوق يطيب على خاطرو. وهي الخبيزه ديالي طابت، كتجي محمره من جميع الجوانب وزوينه. اللهم خبيزه ديال الدار ولا خبيزه د الزنقه بالنسبه لي انا حناها كما كتشوفوا. هنايا دزت العشاء د الليل، كنت رديت الصفه كطيب، درت لها شويه د الزيت ودرتها في البرمات فور. بعد ما فات الفوره الاولى هنايا كنزيد لها 2 كيسان د الماء بارد وكنبقى كندوزها في داك الماء بارد مزيان. الكاس الثاني د الماء وصافي كنبقى كندوز ديك الصفه غير بشويه باش ما تتهرش، يعني بحال اللي كتلعبي معاها وصافي. كل وحده والطريقه ديالها في السفه. انا بالنسبه لي هاد الطريقه هذه هي اللي كندير ديما، ما مرة حشماتني وكتجيني السفه بها ما معجنه ما والو ودغيا دغيا كطيب. المهم تندوزها في هاد الماء بارد، من بعد كنديرها تفور الفوره الثانيه. هنايا صافي فارت كنحطها في صافي كنحيدها من الكسكاس. تبان لكم هنايا بحال اللي زعما راها معجنه، هي راه ما معجناش. هنايا صافي كندوز كنفكها بالماء سخون، كنبقى كنضيف الماء سخون بالتدريج غير بشويه بشويه. هاد الماء هذا تشوفوا اللون ديالو مبدل. انايا في الماء ديال البرمه اللي كنديرو سخون كندير فيه شويه ديال القرفه، كتعطي نسمه زوينه في السفه. حتى ملي كتكون كتفور كتعطي واحد الريحه زوينه. من بعد كنجي قلت لكم كنفكها غير بالماء سخون، كنبقى كنضيفو بالتدريج ما كنكبوش في مره باش كنشد القياس ديالي ديما وما كتعجنش ليا السفه. هذه اهم حاجه، ان السفه ما تعجنش، حيت الا درت الماء فوق القياس السفه راه غتعجن. درت الماء قل من القياس غادي نبقى تما ما غاديش طيب لي دغيا. المهم كنشد القياس ديالي د الماء. هنايا من بعد ما دوزتها بداك الماء سخون وتفكات لي مزيان، بانت لي بحال اللي طابت نص طيبه مزيان، كندوز كندير لها شويه ديال الملحه وكنفكها بالزبده حتى هي. ضروري ديروا الزبده في هذه المرحله باش من طيب صافي في مرة، ماشي حتى طيب عاد كندير لها الزبده. بالنسبه لي انا هذه هي الطريقه ديالي ديما في السفه، كتجيني لذيذه وما مرح حشمتني. صافي ها السفه ديالي تفكات كيف ما كتشوفوا. هنايا كندير الزبيب في الاخر د الكسكاس، يعني في التالي الكسكاس في التحت. صافي من بعد ما فارت ليا كنخليها غير واحد 2 دقائق ولا دقيقه بحال هكا، كنذوقها على طابت صافي كنحيدها من فوق الكسكاس. هنايا صافي كنحاول كنبردها شويه كما شفتوا راه ما معجناش، كنبقى غير كنبردها شويه بفرشيط
حيت غادي ندير فوقها سكر كلاصي. نتوما تشوفوا معايا كنبقى كنبردها مزيان بديك الفرشاط وكنقلبها بحال هكا بالبانيو. هنايا راه دغيا دغيا كطيب هاد السفاره ما كتعطلش. من بعد كنجي هنايا كندير لها سكر كلاصي باش ما تجينيش باسله، حيت واخا كديروا لها الملحه ضروري دير لها سكر كلاصي بحال هكا في الوسط. هو ماشي بزاف، ما كنديرش زعما الحلاوه بزاف، كندير غير القياس ديالو اللي تجيني به بنينه ما تجيش باسله وصافي. من بعد هنايا كنبدا كندير قلت لكم سكر كلاصي كما شفتوا. ما كنكثرش الحلاوه بزاف وما كنديرهاش قليله بزاف، يعني القياس ديالي وصافي. كنبدا كندخل ديك السكر كلاصي في ديك السفه. كما قلت لكم السفه راه ما كتعجنش ليا كاع بهذه الطريقه، كتجي مفروقه الحبه على اختها. حنايا كيعجبنا نديرو فيها الزبيب، كاين الناس اللي ما تيعجبهمش يديروا الزبيب كاع في السفه. صافي كنبدا كنحركها بشويه غير على ما يخرج منها داك البخار اللي فيها بزاف وصافي. ندخل فيها داك السكر كلاصي مزيان باش ما تجيني، راه كتجي بنينه بهذه الطريقه. كما شفتوا انا كنوريكم بلي راها ما معجناش. من بعد كندوز كنحطها في الطبسيل. واللي وصل لهنا ما تنساش معاك جيم وابوني وخلي ليا شي كومونتير زوين. صافي هنايا درتها في الطبسيل. كندير فوقها سكر كلاصي وكاوكاو والقرفه وبصحه والراحه. ما تنساوناش من جيم وابوني وشي كومونتير زوين. هذا هو الشكل ديال السفه وبسلام عليكم.